نجيب كيلو حمص مغسول ومنقوع من امبارح. حبة الحمص لازم تكون كبرانة ومفحلة بهذا الشكل. لكل كيلو حمص بدي بصلة واحدة كاملة، وشغلة 4 ل 5 اسنان توم، وعرقين 3 بقدونس، مو مشان شي مشان صحتك. بنجيب ماكينة كبة او محضر الطعام ونفرمهم كلهم على الناعم، وبعد ما فرمناهم على الناعم كتير منيح هذا هو القوام اللي لازم يطلعوا معنا. شايفين قوامهم كيف ناعم وطري. هلا بنقلبهم مع بعض مشان يتجانسوا كتير منيح، وبعد ما قلبناهم مع بعض كتير منيح بنرش عليهم رشة ملح، مو مشان شي مشان صحتك. معلقة كبيرة كزبرة ناعمة، ونص معلقة كبيرة من الكمون، وشوية فلفل أبيض. ما بقي علينا إلا إنه نسمي بالله ونبدأ نخلطهم مع بعض كتير منيح عشان يتبلوا. وهلا بحط نص الكمية جوات كيس، وهيك صار معنا الفلافل جاهزين. هلا بنسكرهم هيك وبنحطهم بالفريزر بيستخدمون فيما بعد. مشان الشطة بدي فليفلة رومي حمراء، وكم قرن فليفلة حدة. ما ننسى رشة الملح وعصرة ليمون وشغلة معلقة صغيرة من الخل الأبيض، وبنسمي بالله وبنخلط. وهي هي الشطة اللي عملناها يا غوالي. شوفوا لي على هالقوام، بسم الله ما شاء الله. طلعوا لي يا سلام يا سلام. بنجيب بريق فيه لبن زبادي وشوية طحينة السمسم وعصرة ليمون، مو مشان شي مشان صحتك. وما بدها الا رشة ملح صغيرة. ومشان قوامها يطلع ظريف لازم نحط لها شوية مي باردة، وبنحركهم مع بعض كتير منيح. وهيك صار معنا صوص الطحينة جاهز. بنسكبه هيك. شوفوا لي على هالقوام يا سلام يا سلام. نقطتين 3 مهمين يا غواي لازم تنتبهوا عليهم عشان تنجح معكم الفلافل. اول شيء بالنسبة للفلافل بامكانكم استخدام الحمص او بامكانكم استخدام الفول. النقطة الثانية عندي هون نص كيلو من الحمص بحط لهم معلقة صغيرة من الكربونة او بيقولوا لها كربونات الصوديوم، وبنقلبهم مع بعض كتير منيح. الكربونة لازم تنضاف قبل القلي تماما، يعني ما بصير نضيفها ونفرزها، ما بصير هيك بالمرة. قبل ما نقلي بنضيف معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم لكل نص كيلو حمص وبيكون تمام. اخر نقطة بخصوص الكربونة. الكربونة اذا كترتوا العيار بتلاقوا القرص فرط معكم وقت القلي، واذا قللتوا العيار ما بينفش ولا بيستوي. في حال حسيتوا الفلافل شوي ناشفة مثل هيك شايفينها ناشفة شوي، بحط لها شوية مي وبقلبهم مع بعض كتير منيح عشان ترطب معي. منجيب طنجرة ومنعبيها زيت. هلا بلش وقت الشغل. منجيب قالب الفلافل. عندي هون شوية زيت نباتي بدخله هيك فيها شوي بس، مو مشان شي عشان ما تلزق معي الفلافل. هلا بنيجي لهون شايفين القوام اللي عندي. بنسمي بالله هيك وبنبدا نرسم الشكل اللي احنا بدنا اياه. بامكانكم تسووا شوي سميكه او بتخلوها نحيفه، بترجع على حسب الرغبه. بنسمي بالله وبننزله بالزيت. يا سلام طلعت ريحة الفلافل. المهم انكم ما تكتروا فلافل بالمقلاية عشان يستووا كلياتهم مع بعض. هيك الفلافل صارت معنا جاهزة، ما بتاخذ اكثر من 3 دقائق على النار. شوفوا بسم الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام على هالمنظر وعلى هالريحة. هيك لازم يطلعوا معكم شقر. وهلا هون عندي زبدية وفوقها مصفاية. بنسمي بالله وبنحطهم هيك خليهم شوي يصفوا الزيت. بعد ما خلصنا قلي جهزت لكم احلى صحن فلافل. بس صراحه هذا ما بيعبي راسي، لازم نسوي سندويشات. فبنقيمه هيك على جنب. بس قبل ما ناتي باي حركه لازم ندوق الفلافل حاف. بنقول بسم الله الكريم وندوق. شوفوا لي إياه من جوا. يا سلام يا سلام. عشان تعرف انه قرص الفلافل ناجح معك بتطلع لي عليه هيك لازم يكون اشقر وحلس وملس. هلا شوفوا طلعوا لي على هالمنظر وقت نقسمه. يا سلام شايفين اللون من جوا شيء خرافي على الاخر. وهيك بسطتنا صارت جاهزه عنا. اول شيء عندي هون شويه بقدونس مع نعناع وشويه ملفوف ابيض. شيء انه حطينا بيعطي نكهه كتير طيبه. وعندي هون الخس شايفين كيف مقطعه هيك لازم يكون. شويه خيار وشويه بندوره ومخلل لفت ومخلل خيار لازم يكون رقيق، والشطه والفلافل وصوص الطحينيه. والاهم من هذا كله خبز مفلق يكون يابي. استعنا على الشقه بالله وكثرت عنا الطلبات. هلا بنجيب هيك على السريع 3 اقراص فلافل لازم نهرسهم هيك شايفين. يا سلام يا سلام. دعموا لي حالكم بالفلافلات كثير منيح. اول شيء بندلع سندويشتنا بالشطه. بنجيب البقدونس والنعنع والملفوف وبنحط عليهم هيك. دلع لي السندويشه بشويه خس. وهلا بنحط الخيار والبندوره. وما بقي علينا الا اللحون بشويه مخلل خيار ومخلل لفت. وما ننسى رشه السماق، مو مشان شي مشان صحتك يا غالي. وما بقي علينا الا انه نلحقها بصوص الطحينه اللي عنا. شوفوا يا سلام يا سلام. هلا بنلف كل السندويشات اللي عنا. شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. شيء خرافي على الاخر. هي السندويشات مو مشان شيء مشان صحتكم يا غوالي. وهلا بنلفها بورقه زبده مو مشان شيء مشان ما تشرشر وتورور. هلا صار الوقت عشان ندوق. شوفوا لي على هالسندويشه بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي. هي احلى سندويشه فلافل شاميه. هلا بنسمي بالله وبندوق بسم الله يا كريم.